وكيل أعمال زياش: حكيم لم يتكبر على أحد ولم يعرف فاتي جمالي بالأساس. وكان وكيل أعمال حكيم زياش قال بخصوص هذا الموضوع: زياش لم يتكبر على أحد حيث يتحدث هاتفيا، فقامت فاتي جمالي التي لا يعرفها بجر يده من أجل التقاط صورة دون استئذان. وهو الأمر الذي لم يعجب حكيم، فرفض التقاط صورة خاصة أن الطريقة التي تحدثت بها كانت غير لائقة. وأضاف أن حكيم زياش يتواجد بمدينة دبي بترخيص من ناديه غلط سراي بحكم تعرضه لإصابة عضلية، حيث كان يتجول في إحدى المراكز الكبرى، وكان منشغلا في مكالمة هاتفية مع أحد أصدقائه، قبل أن تتقدم فاتي جمالي وجر يد زياش من أجل آخذ صورة دون استئذانه، الشيء الذي أغضب زياش، ورفض على إثره التقاط صورة مع فاتي جمالي. وتعرضت الفنانة المغربية لهجوم غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو، بعد وصفها للاعب الدولي حكيم زياش بالمتكبر. وقالت فاتي جمالي عن لقائها باللاعب الدولي المغربي حكيم زياش في إحدى المحلات التجارية الكبرى بينما كانت تتجول مع صديقاتها، وإذا بها لمحت زياش وألقت عليه التحية، فيما لم يقم الأخير بتوجيه أي رد فعل إيجابي معها، بل تغيرت ملامحه نحو الغضب واللامبالاة مباشرة فور رؤيتها، على حد تعبيرها.